الاستنساخ، الفكرة اللي تخليك تعمل من نفسك نسخ كتير. الشخص اللي يموت يصحى تاني بنفس الذكريات والجسم ونفس كل حاجة. وقبل ما العلماء يفكروا في ده، في ديانات كتيرة كانت مؤمنة بحكاية البعث وعادة الميلاد، وهنحكي عنها وكمان عن العيوب اللي ممكن تخلي البشر يتحولوا لماكينات ماشية على الأرض، اللي ممكن يحول البقاء على قيد الحياة من انتصار لعذاب. ونيجي للسؤال الأهم، وهو هل الحب هيفضل حب مع اختلاف النسخة؟ ولو انت افتكرت ان الحب مجرد ذكريات في دماغك فانت غلطان يا معلم. فتعالى سوا نشوف ملخص فيلم ميكي 17، الفيلم اللي بيسأل أسئلة ملهاش إجابة سهلة، بس احنا هنجرب نفهم. أنا 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 مش عارف. اللي حصل إن ميكي في سنة 2054 اتبعت لكوكب نيفلهايم كمستعمر ممكن يتبدل، كل ما يموت يستنسخ من تاني بنفس الذكريات. بس اللي قلب الدنيا بجد إن في نسخة تانية تم استنساخها عن طريق الخطأ والقديمة لسه عايشة. ومن هنا كل الأسئلة بدأت تتولد حوالين الهوية والوجود. فده مش خيال بعيد عن الواقع، لأن ميكي في الفيلم نموذج للإنسان اللي اتحول لجزء من نظام أكبر منه، نظام بيستغله بعيد إنتاجه وبيبيعه زي أي منتج موجود على الرف. ده احنا حاليا يعتبر عايشين ما بين الذكاء الاصطناعي والميتافيرس. فدلوقتي احنا برضو بنسيب ورانا نسخ رقمية، بوستات، صور، رسائل، شتات، فيديوهات، بس برضو مفيش استنساخ، بيبقى نسخة طبق الأصل. وعشان تفهمها تخيل انك عملت نسخة منك بالاي اي تعرف عنك كل حاجة، بس مش هتصرف زيك. وده بسبب ان الوعي البشري مش حاجة قابلة للتحميل، ده مش الجوريزم، الانسان مش كود. فالحب مش ذكريات نقدر نحطها في USB وهنبرمجها لمخ النسخة الجديدة، دي مشاعر مشتركة بتشجلها حاجات كتير زي التجارب الحياتية والتواصل العاطفي. فلو فكرنا بأن تغيير النسخة بيغير الحب، لو كنا في زمن غير الزمن اللي احنا عايشين فيه كنا جمعنا تحت سقف واحد. فده غلط، لأن احتمال كبير في النسخة الجديدة إنك ممكن ما تحبش الشخص ده، لأن هيبقى الحب بالنسخة الجديدة هيكون مشاعر مزيفة معتمدة على ذكريات مسجلة نتيجة برمجة خارجية، وده هيخلق فراغ عاطفي، لأن العقل مش هيقدر يخلق النية الحقيقية اللي تحافظ على المشاعر دي، وده بسبب اختلاف الشخصيتين بسبب الزمن. يعني لدرجة إنه لو بدأ عصر الاستنساخ وقابلت نسختك ممكن تبقى أنت وهي أعداء جدا عادي. اقسم بالله ده نفشخني فيها. ودي مش كوميديا، لأن الشخصية كارت في إيد الخالق صعب على المخلوق تفسيره. وظهر برضه اختلاف الشخصية في مشهد اكتشاف ناشا حبيبة ميكي 17 إن في نسخة تانية منه، وإنها اتحمست عشان تقضي الليلة مع الاتنين. فميكي 17 كانت حالته مختلفة تماما عن ميكي 18، لأنه بيحب ناشا بنسخته رقم 17 وبس، فاتصدم. وانا اللي فاكرك مؤدبة. ببساطة عبيد. طيب يا سيدي شكرا كفاية. لأن الحرية الحقيقية بتيجي بالتنوع والتجربة والشعور بالاختلاف، مش بالتكرار خالص. والدليل تخيل إنك كل يوم بتصحى من النوم تمسك الموبايل وتنسى الفطار أو تنسى نفسك، فأقرب رد هيجيلك من الوالدة بعد الرد الجوي وهو أنت بقيت عبد عند التليفون ولا إيه؟ دي زينة مرات هيركليس. أنت نفسك هتحس إنه مسيطر عليك. فالبقاء على قيد الحياة في الحالة دي أسوأ من الموت. فدورك المقرر في الحياة يعني فقدان الهوية، لأنه ببساطة اللي مش قادر يحدد هويته ويعرف هو مين ويكتشف نفسه دماغه بتدمره بسبب الحالة النفسية وحالة الضياع اللي هو فيها. وده بيظهر في عظمة المشهد ده، وإن المستنسخ اتحول لآلة فاقد معنى الحياة بثقته في الاستنساخ اللي مش هيخليه يموت. وإن صاحب ميكي 17 كسل إنه ينقذه من الكهف لأنه الأسهل بالنسبة لهم استنساخه للمرة ال18. وبيظهر برضه من عدم خوف ميكي 17 من الموت قدام المخلوق الفضائي الغريب، لأنه عارف إنه كلها 24 ساعة ويطلع من الفرن تاني سخن ومرمش. والأكتر من إنه بقى آلة، ده بقى فار تجارب، لأنه أول واحد استكشف الكوكب الجديد، أول واحد اتصاب بالفيروس ومات، أول واحد اتجربت عليه أنواع أمصال مختلفة. فبالتالي الاستنساخ أمر مؤلم عاطفيا، وده ظهر في مشهد إن ميكي 17 شعر بالغيرة لما ميكي 18 خد حبيبته ناشا للأوضة على أساس إنه ميكي 17. وده بسبب إن الشخصية فيها روح، وده مش مصطلح اخترعناه، فالروح كمفهوم علمي مش قابل للقياس، بس موجود في كل الثقافات من الفراعنة للأديان الإبراهيمية.
ودي الديانات اللي قالت ونوهت عن الاستنساخ بألفاظ مختلفة، البعث والخلود في الفراعنة، أو مفهوم إعادة الميلاد في البوذية، زي فيلم كوندن اللي بيحكي عن اللاما، واللاما هنا مش الجمل، دي رتبة دينية عندهم، وإن اللاما ده بيقدر يتعرف على نفسه بعد الميلاد الجديد عادي ولا كأنه كان مقيل شوية. فده اسمه الديجافو، وإنك بتحس إنك عشت اللحظة دي قبل كده. ودي ظاهرة علمية أصلا مرتبطة بالذاكرة، وبتحصل نتيجة خلل بسيط في التوقيت بين استلام المعلومة وتخزينها، فعشان كده بتحس إنك شفتها قبل كده. وده جاب أسئلة كتير برضه، وهل ممكن الديجافو يبقى لمحة من شيء إحنا ورثناه مش عشناه؟ وهو إن كل ميكي لما بيشوف ناشا بيحس بالديجافو، وده مش عشان بيحبها دلوقتي، ده عشان ميكي الأول كان بيحبها بجد. فنحب نختم ونقول إن لحد دلوقتي مفيش استنساخ بشري معلن وناجح، بل في محاولات تمت في الخفاء في كوريا الجنوبية والصين. الصين حلوة. بس الاستنساخ على الحيوانات شغال زي الفل. إنما التطورات الأخيرة في الموضوع، وهي بقت تقنيات التعديل الجيني، الرحم الصناعي لتربية الأجنة خارج الجسد، أو استنساخ لبعض الأعضاء فقط. فالاستنساخ لحد دلوقتي بيترتب عليه احتمالات ومخاطر كبيرة، زي الاستنساخ البشري الغير قانوني، أو الإتجار بالأجنة والأعضاء عن طريق الحصول على الخلايا الجذعية واستنساخها. إنما الجريمة الأكبر والخوف الكبير كامن في قدرة دولة ما على استنساخ جيش مطور جينيا، وده هيبقى معناه إننا دخلنا في عصر الإنسان كسلعة. انا مش عارف، انا بتد مني، انا مش انا، لا دي ملف ولا الشكل الشك ولا